يوم جديد وفلوق جديد. والحمد لله يا جماعة الخير، وصلنا 10,000 مشترك. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا جماعة، ايش أخباركم؟ إن شاء الله طيبين، ربي يحفظكم يسعدكم دنيا وآخرة، قولوا آمين. طبعا يا حبايب قلبي اللهم لك الحمد، وصلنا 10,000 مشترك، طبعا هذا بفضل الله ثم دعمكم لي، الله يسعدكم. يعني وقفتوا معايا 9 شهور من يوم فتحنا القناة، فاليوم إن شاء الله راح أعلمكم أسرار. إذا أنت إنسان تبغى تفتح قناة على اليوتيوب، تبغى تنجح على اليوتيوب، راح أعلمكم أسرار عن النجاح في اليوتيوب. طيب يا حبايب قلبي، إحنا كل يوم نتقهوى قهوة، فاليوم قررت أنا وهشام نروح نشرب إيش؟ كرك. نشرب كرك. حبيب القلب. حبيب القلب، يعني في الامارات ترى يحبون كرك، يعشقون شيء اسمه كرك، فخلونا نجرب اليوم ان شاء الله وبوريكم الكرك في الامارات كيف. طيب يا حبايب قلبي، شوفوا المكان الفخم هذا شايفينه، تخيلوا هنا يبيعون كرك، فبنروح نشرب كرك الحين هنا. يلا تعالوا اوريكم. تخيلوا يا جماعه الخير، المكان هذا الفخم كانه مول، بس فيه كرك بدرهم واحد، متخيلين الشيء هذا؟ طبعا يا جماعه الخير بناخذ كرك، شوفوا بالعافيه علينا، صراحه طعمه يستاهل والله، بلا قهوه بلا هم والله. قهوه ترى القهاوي هنا حرفيا كل ما رحت كافيهات ادفع 30 35 درهم بس على قهوه. صراحة يا جماعة الخير تاخذ كرك بدرهم وتجي في المكان الفخم وتشرب كرك شعور مرة حلو. بس حلو إذا جيت دبي، فندق اسمه ريكسوس، صح؟ أو ريكسوس، تيجي هنا تاخذ لك صورة في الانستغرام. طيب يا حبايب قلبي، من أهم الأشياء اللي لازم إذا تيجي تفتح قناة على اليوتيوب أو ناوي تفتح قناة على اليوتيوب، لازم يكون عندك محتوى أيا كان، محتوى جيمر، تكون راوي قصص، تكون متحدث عن الألعاب، متحدث عن الأفلام، تقدم فلوقات، سفريات، دروس تعليمية، طبخ، أي حاجة. أهم شيء يكون عندك محتوى. فأول حاجة عشان تكون جاهز انك تفتح قناة على اليوتيوب، لازم يكون عندك فكرة كاملة انه ايش حتقدم وايش المحتوى اللي راح تصوره وتقدمه للجمهور او للناس على اليوتيوب. واهم حاجة كمان برضو يا جماعة الخير، اذا انت ناوي تدخل اليوتيوب، لا تدخل اليوتيوب طمع انك تبغى فلوس او تبغى تصير ثري او تبغى تطلع فلوس من اليوتيوب. اذا ناوي تدخل اليوتيوب، ادخل وانت من جد يعني تبغى تقدم شيء، يكون عندك شغف عالي في حاجة انت تبغى تقدمها للناس. اذا انت ناوي تدخل اليوتيوب لا تفكر بالفلوس، فكر انك تقدم محتوى، وصدقني اذا قدمت محتوى مع الايام حتطلع فلوس، حتجيك اعلانات، الشركات حتكلمك، اليوتيوب نفسه راح يقترح فيديوهاتك، وكل ما زادت المشاهدات كل ما زاد المشتركين راح تطلع فلوس. ادخل انك بتقدم محتوى ومع الايام ان شاء الله بتطلع فلوس. برضو من اهم الاشياء الاستمراريه، حرفيا اذا ما استمريت ما حتنجح على اليوتيوب، لازم تكون تستمر. يعني بتجي ايام والله ما لك خلق، ما لك خلق تصور فيديوهات، خلاص طفشت، تحس انه يا اخي ما في مشاهدات، ما في مشتركين، ما في لايكات، كيف اصور فيديوهات؟ اذا انت انسان تستمر رغم الظروف الصعبه، رغم العوائق اللي بتجيك، اذا انت مستمر حتنجح. يعني من اهم الحاجات صراحه انا اشوفها الاستمراريه. يا شيخ يمكن تنزل 99 فيديو ما تنجح، يمكن تنزل فيديو رقم 100 يضرب الفيديو، تنجح، تجيب مشتركين ويجوك الناس وفيديوهاتك تطلع ترند. برضو يا حبايب قلبي، من اهم الاشياء اللي لازم تحطها في بالك عشان تبدا قناه على اليوتيوب، انك لازم تكون انسان تحب تتعلم، تحب تتطور، وتحب تسمع انتقادات الناس. يعني حتى لو كانت الانتقاد سلبي او ايجابي، انت حاول تاخذ الانتقاد الايجابي، الانتقاد البناء. يعني لازم تكون انت انسان تحب تتعلم، تحب تتطور من نفسك، وتحب تشوف اشياء جديده وفيديوهات للناس ثانيين. يعني مثلا انت اذا تحب تصور فلوقات، شوف المشاهير اللي او المعروفين، في ناس معروفين في مجال اليوتيوب زي كيسي نيستا، ناس جو حطاب، في ناس معروفين يصوروا فلوقات، فانت راح تتعلم منهم. فنقطه مره مهمه انك لازم تكون انسان تحب تتعلم وتحب تتطور. وكمان يا حبايب قلبي، من اهم الاشياء اللي لازم تكون عارف قبل ما تسوي اي شيء في حياتك، قبل ما تفتح قناه على اليوتيوب، قبل ما تفتح بزنس، قبل ما تفتح اي تجاره، قبل ما تبدا باي مشروع، قبل ما تبدا دراسه، اللي هو ثقه بنفسك وتوكل على الله. هذا اهم حاجتين، انك تكون واثق من نفسك وتكون متوكل على الله سبحانه وتعالى، وابدا اشتغل واستمر وتطور من نفسك، ان شاء الله ربي راح يكتب لك النجاح. طيب يا حبايب قلبي، كذا يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفلوق ينال اعجابكم، لا تنسون اهم شيء اللايك والاشتراك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان اول ما ننزل المقاطع الجديده يوصل لكم الاشعار على طول. وشكرا شكرا شكرا لكم من القلب على 10,000 مشترك. صراحه يعني ما ادري كيف اشكركم، بالنسبه لي الرقم هذا يعني لي الكثير. يمكن في ناس يشوفون الرقم هذا جدا بسيط والرقم هذا جدا جدا عادي، بس بالنسبه لي انا يعني لي كثير الرقم هذا. فشكرا لكم من اعماق القلب على 10,000 مشترك، ونشوفكم ان شاء الله في الفلوقات الجايه، والسلام عليكم.